الا بغيتي السلو يجيك مرمل وماشي معلق كيلصق في اللها معسل وما كيكرمش بلا ما يتحجر بعد يومين، بقاي معايا حتى لاخر الفيديو. اليوم غادي نعطيك الاسرار والطريقه المضبوطه باش ينجح معك من اول مره. اول حاجه، رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين، نتمنى يكون شهر خير وبركه علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام باذن الله. ومرحبا بكم في القناه. اول حاجه واهم حاجه هي التحمار ديال الدقيق. انا عندي هنا كيلو ديال الدقيق ديال الزرع. كنحطوا الدقيق في مقله كبيره او الكوكوط على نار مهيله، وكنبقاو نحركوا بلا ما توقف من التحريك. هاد المرحله كدوم تقريبا 30 حتى ل 40 دقيقه على حساب الكوكوط ديالك اولا المقلات اللي انت كتستعملي. كيفاش نعرفوا واجد؟ اللون ديالو كيولي ذهبي والريحه كتبدا تخرج مع الطرا، ما كيبقاش فيه الطعم ديال العجينه. خاص يكون محمر مزيان وما يكونش محروق. الا تحرق لك الدقيق شويه سلو كامل غادي يخسر. خاص صبر والنار تكون مهيله باش ينجح معاك سلو. هنا كندوزو نقليو اللوز. خاص اللوز يكون ناشف مزيان من بعد ما فسختيه. اول حاجه باش ينجح معاك اللوز في القلي، ديريه في الزيت بارده وحطي اللوز وحركي باستمرار. منين يولي اللون ذهبي صافي حيديه. مهم جدا اللوز كيبقى كيتحمر حتى من بعد ما تخرجيه من الزيت، يعني ما تسنيش حتى يولي اللون غامق. كيزيد يكمل طيابه من بعد ما كنخرجوه. هنا عندنا حبة حلاوة والنافع. من بعد ما نقيناهم مسحناهم هكا بزاف يكون نقي حتى كيتحيد منهم ديك الغبره، وتندوزو تنحمروهم. ماشي تنحمروهم، ممكن تنصهدوهم في واحد المقله تكون شويه سخونه وتنصهدوهم شي شويه حتى كيطلقوا الريحه ديالهم. من بعد كنخليوهم وفي نفس الوقت يجينا ساهل باش انهم يتطحنوا. صافي ومن هنا تنديروهم يطحنوا في الطحان الكهربائي اللي عندكم تاع التوابل. من بعد كنطحنوا شويه بشويه حتى كنساليو وصافي. من بعد كندوزو هنا تنغربلوهم. مهم جدا انكم تغربلوه حيتاش من بعد متى تبقى واحد الحبيبات يكونوا شويه هكا قاصحين وبحال ما هكا ما تيجوش زوينين متى تاكل. متى تاكل في السلو تلقاهم مثلا بحال هكا تيكونوا شويه تيبقاو فيه هذوك حبيبات قاصحين. وهنا تندوزو نهرمشو اللوز اللي قليناه في الطحانه. من الاحسن انكم تستعملوا الهاشوار. انا استعملت هذه بالحق. ما تسرعوهاش بزاف، يعني غير هكا ضغطه واحده صافي حيتاش سريعه بزاف وممكن يطحن معكم، يعني تيولي غبره. دونك انا خاصنا غير نهرمشوه وماشي نطحنوه. خاصو يولي بحال هكا بحال هاد القوام، يعني يكون غير مهرمش وماشي مطحون. وهنا غادي نطحنوا اللوز اللي حمرناه في الفران. انا حمرته في الفران مشات لي التصوير ديالو، ولكن يعني اي واحد كيقدر يحمر اللوز في الفران. هنا غادي ندوزو نطحنوه تيولي بحال املو. غنبقاو نطحنوه بهاد الطحانه. الا عندكم كنصحكم بها زوينه بزاف، او الا ما عندكمش تقدروا ديروا عند العطار هكا يطحنوا لكم في الزنقه. دونك خاص يكون بحال ما هكا، يكون بحال املو باش هكا ما تنحتاجوش بزاف ديال الزيوت في السلو ديالنا. كنكتفيو بهاد الزيوت بهاد الزيت اللي كاينه في اللوز والزنجلان. شو كيولي القوام ديالو تيولي بحال املو، يعني تيكون مطحون وتيكون طالق الزيت ديالو. هكا ما غاديش نحتاجو بزاف ديال الزيت في السلو. غير هي خاصكم تردوا البال من هاد الطحانه شي شويه صعيبه. ملي تبغيو تحلوها اول حاجه انكم تحيدوا البريز. وهنا تندوزو نضيفو الزنجلان ديالنا حتى هو انه نطحنوه مزيان تيولي بحال املو، وهكا تيكون القوام ديالو زوين ومعلق. حتى هو تنديروه بحال هكا. ومن بعد تنديروه في واحد الاناء. من هنا عاوتاني تندوزو نديرو الزنجلان، ولكن بالحق هذا غير تنهرمشو شي شويه، يعني ما تنطحنوش تيولي بحال املو. غير تنهرمشوه باش يبقى لنا بحال هكا في السلو. من ناكلو نحسو بالمذاق ديال الزنجلان ونحسو يعني ما يكونش كلشي هكاك معلق. صافي هنا من بعد ما كنوجدوا معنا كاع داكشي اللوز الزنجلان التوابل اللي طحنا. وهنا تنعاود معكم كاع المقادير اللي تكونوا نسيتوا شي حاجه. دونك غادي نحتاجوا القرفه مسكه الحره وحبه حلاوه والنافع. وهنا الزنجلان اولا اللوز اللي طحنا. هنا الزنجلان اللي هرمشناه، يعني غير رمشناه بحال هكا باش نبقاو نحاسين به في الطعم. هنا الزنجلان صاين نخليوه بحال ما هكا صاين. وهنا الزنجلان اللي تا هو طحناه بحال املو. وهنا اللوز تا هو اللي هرمشناه، يعني ما طحناهش
تيكون بحال املو. وهذا الدقيق ديالنا اللي عليه كل شيء، هذا هو اللي مهم. دونك هنا من بعد هنا تنحتاجو الزيت، غير شويه الزيت، راه انا ما تعجبنيش نكثر الزيت، وانا غادي نخلط بالعسل. اللي بغى السكر يزيدو، واللي ما بغاش يخلطوا بالعسل. وهنا اخر حاجه الكوزه، شي تيقول حرام شي تيقول حلال، اللي قال حلال يديرها، اللي قال حرام ما يديرهاش. دونك انا غادي نزيدو باش نخلطو. اول حاجه الدقيق، من بعد غادي نزيدو كاع النواشف، اولا غادي نزيدو كلشي في دقه واحده، ومن بعد غادي نخلطو تخليطه واحده. وبالنسبه لي انا هنا احتاجيت كيلو ديال الدقيق، وكيلو ديال الزنجلان، وكيلو ديال اللوز. هنا السنجان قسمته على 3، شويه هرمشته وشويه طحنته حتى ولا بحال هكا املو، وشويه خليته صاين. وبالنسبه للوز كذلك، يعني خليت شويه مهرمش، والنص هكا طحناه بحال املو. بحال هكا اللي تيجيها مثلا سلو بحال هكا ولا السفوف صعيب، يعني تقسموا شويه بشويه. نهار طحن فيه بحال هكا المكونات ديال اللوز والزنجلان، يعني تحمرهم وطحنهم. ونهار الثاني حيتاش الدقيق تيشد شويه اليد، يعني تحمر فيه عفوا الدقيق. ونهار الثالث بحال هكا يعني تخلط، يعني بحال هكا ما تتقسم الشغل، تيجيك شويه ساهل وما تتعكزيش عليه. وبالنسبه لي هنا في القرفه يعني استعملت معلقه تقريبا حتى 2 معالق ديال القرفه، ما يكونوش عامرين هكا بزاف. وهنا النافع وحبة حلاوة، درت 4 المعالق، يعني تقريبا بحال 2 معالق من النافع و2 معالق من حبة حلاوة. ومن بعد كندوزو المسكه الحره مع شويه ديال السكر بحال هكا باش تقدر تطحن ليا في الطحان الكهربائي. واخر حاجه هي الكوزه. المهم انا غير تنحكها، اللي بغى يطحنها يطحنها، انا حكيت صراحه ماشي كامله، درت غير شويه. وكيف قلت لكم اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يستغنى عليها، يعني ماشي مشكل. وصافي هنا تندوزو نجمعو كل شيء، يعني كنجمعو كاع دوك التوابل تنعجنو. واللي عندها الماكينه العجانه بحال هكا انها تستعملها من الاحسن. حتى انا عندي بالحق ما استعملتهاش، قلت صافي نجمع بيدي باش نحس بديك الحلاوه ديال رمضان وسلو وكذا وداكشي. صافي هنا كنبقاو نعجنو شويه بشويه حتى كتجمع معنا العجينه بالحق، تتبقى يعني تندلكو هكا ونجمعو حتى كيطلق معنا كاع داك الزيت اللي كاين في الزنجلان واللوز. وهنا انا غادي نضيف العسل، واللي بغات العسل ديرو، اللي بغى السكر كلاصي تا هو زعما تقدروا ديروه. اولا سميتو هذاك التمر حتى هو تنقدروا نحلوه به، او الزبيب، كل واحد شنو تيدير، كل واحد شنو تيبغي انه يحلي به بحال هكا. المهم نذوقوا. انا هنا احتاجيت تقريبا 750 غرام ديال العسل، في 3 كيلو ديال السلو 750 غرام ديال العسل. وجاتني مزيان، وما درتش بزاف ديال الزيت، انا ما كنتش يعجبنيش هكا السفوف او اللي يكون معلك. تعجبني بحال هكا يكون بحال سلو ديال زمان، يعني يكون هكا خفيف، ما يكونش معلك بقوه الزيت ولا الزبده. يعني تنخلي دوك الزيوت هما اللي يكونوا طالقين الزيت، دوك التوابل اللي درنا هما اللي يكونوا طالقين هكا الزيوت ديالهم. وهنا تندوزو تنديرو هكا ديكور اللي بغينا، التزيين اللي بغينا، اللي حبيتو. انا هكا درت اللوز اللي ديجا قليناه، وتيجي بحال ما هكا تبارك الله، جا زوين، جا غزال، ما دق ما نقولش لكم، جا رائع. وبنين بطريقه مغربيه اصيله تقليديه، جا مرمل وبصحه والراحه. واللي جربت الوصفه ما تنساش تشاركها معايا في لي كومونتير، وما تنساوش لايك ومشاركه في القناه.